السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناة ويب ديفز لتعليم البرمجة. كنا وقفنا الفيديو اللي فات يا شباب ان احنا قلنا ان مفيش موقع خالي من الصور، تمام؟ وتعلمنا ازاي نضيف صورة جوه الموقع بتاعنا، وتعلمنا ازاي نحط الالت الوصف بتاع الصورة، وازاي اتعلمنا برضو نحط الويدث والهايت والكلام ده كله. قلنا ان الكلام ده كله بيظهر في الوسم او التاج اللي اسمه البادي، يعني لو انت عايز تظهره تظهره داخل البادي. تمام تمام. طيب تعالى بقى هنا نفتح الموقع بتاعنا كده. اوبن ويز لايف سيرفر. كان عندي ملحوظه بس على الفيديو اللي فات يا شباب، ان الالت ما كانش باين الفيديو اللي فات. لما شفت الفيديو اللي فات الالت ما كانش باين، يعني لو احنا مثلا شلنا الصوره دي كده ورحنا بصينا هتلاقي الالت مش باين عندك. ليه؟ عشان خاطر دوت انا كنت عامل زوم، فهنعمل زوم اوت، فحضرتك هتشوف الايه، الالت باين عندك اوت. تمام، كلمه فوتو اهي. تمام تمام. طيب ماشي. رجع بقى كل حاجه بشكل ما كانت عشان خاطر بس ايه، يبقى أنا كده وضحت لك كل حاجه. لو احنا رحنا يا شباب على موقع مثلا زي اللي احنا كنا بنتعلم منه، اللي هو ال W3 School، W3 Schools مثلا. تمام، اللي هو الموقع اللي احنا بنتعلم منه W3 Schools. تمام. ودخلنا هنا على دوت، هنشوف ايه؟ هنشوف هنا في لينكات. اللينكات دهيت بتتصفح فيها، يعني مثلا ده لينك، والسي اس اس ده لينك، والجافا سكريبت ده لينك، والاس كيو ال ده لينك، والبايثون ده لينك، وهكذا. تمام. بالعكس كمان، ده انت لو انت رحت هنا كده، يعني لو انت رحت داخل هنا كده ورحت هنا، دول كلهم برضو دول لينكات. تمام، يعني دول كمان كده لينكات، ده لينك وده كمان لينك، وهكذا. بدليل ايه؟ بدليل لو انت وقفت هنا وعملت انسبكت وعملت شفت عند الديفلوبر تولز، هتلاقي ان ده اهوت لينك ايه، لينك الايه دوت هو معناه اللينك يعني. تمام، انا هعرفك كل حاجه دلوقتي. ولو وقفت على السي اس اس هنا كده وعملت انسبكت، هتلاقي برضو ان السي اس اس ديت برضو يعتبر لينك. تمام تمام. اذا ان هو مفيش موقع في الدنيا خالي برضو من اللينكات. يعني لو رحت برضو على امازون هتلاقي برضو في لينكات. طيب ازاي بقى ان احنا نتعلم ازاي نضيف لينك داخل الموقع بتاعنا ده؟ طيب نروح هنا بقى على الفي اس كود بتاعنا، ونعمل ايه، ونعمل ازاي ان احنا نكتب اللينك بتاعنا. وسع بس الدنيا كده عشان خاطر نعرف نكتب الكود. بنفتح التاج بتاعتنا وبنكتب ايه. ايه دي معناها ايه؟ معناها اللي هو التاج اللي هو بيفتح اللينك بتاعك. تمام تمام. وبعد كده بنقفل التاج. تمام كده تمام. طيب لو انت ملاحظ معايا ان هو ليه اوبننج تاج وليه كلوزنج تاج، جميل جميل. طيب ماشي. طب ازاي احط، يعني ازاي بقى ان انا اللينك بتاعي دوت يظهر؟ يعني لو انت ملاحظ معايا كده اللينك برضو ما ظهرش. طب ازاي هو يظهر؟ في حاجه اسمها الاتش ريف. اتش ريف، الاتش ار اي اف دهيت او الاتش ريف دهيت، هي دوت اللي احنا برضو بنحط فيه المسار بتاع اللينك بتاعنا، يعني انت عايز تروح فين برضو. تمام كده. هنا كنا احنا بنحط في السورس اللي هو الباث بتاع الصوره، وهنا برضو هنحط المكان اللي انت عايز تروح لما تدوس على الزرار دوت او اللينك ده. وليكن مثلا احنا هناخد اللينك بتاع دبليو 3 سكول، هو اللي يكون لينا دبليو 3 سكولز مثلا. اللينك ده هناخده كده كوبي. تمام. وهنروح هنا عند الاتش ريف ونحط اللينك اللي احنا خدناه. جميل جميل. طيب لو انت ملاحظ معايا في الصفحه بتاعتنا ما ظهرش برضو اللينك، يعني ما ظهرش زرار نحمل فيه يعني تضغط عليه او كده. بالتالي انت هتكتب هنا ما بين الكلوزنج تاج والاوبننج تاج، هتكتب هنا ايه، الاسم اللي انت عايز تظهره لليوزر. وليكن مثلا جو تو مثلا دبليو سي سكول مثلا، او فيزيت مثلا زور الدبليو سي سكول دبليو 3 سكولز مثلا. تمام تمام. هتروح عند الموقع بتاعنا هتلاقي كلمه فيزيت دبليو 3 سكولز ظهرت قدامك اهيت. لو انت ملاحظ معايا تعال بس نعمل ريست للصفحه بتاعتنا على 100، هتلاقيها ظهرت معاك اهيت. جميل. لو انت ضغطت على اللينك، يعني احنا وقفنا دلوقتي خلاص، اقفل بقى الموقع. لو انت ضغطت على اللينك كده هتلاقي ايه، هتلاقي راح لك على الموقع بتاع الدبليو 3 سكول. طيب ماشي. لو انت ملاحظ معايا ان هو راح لك في نفس الصفحه اللي انت فيها، ما فتحلكش تاب تانية هنا مثلا كده. طب انا عايز اخليه يفتح تاب تانية جنب الموقع بتاعي، يعني الدبليو سي سكول يجي هنا كده. بالتالي هعمل ايه؟ هروح هنا كده في حاجه اسمها التارجت، هاجي جنب اللينك بتاعي كده
وهاجي في اتريبيوت كمان، اتريبيوت زي الاتش ريف كده. ثانيه واحده بس عشان الكيبورد بيكتب لوحده. فاتريبيوت تاني زي الاتش ريف كده اسمه التارجت. يعني انا هتارجت على ايه؟ تارجت، وفي حاجه اسمها البلانك، القيمه بتاعته تبقى بلانك ولا بيرنت ولا سيلف ولا توب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا ضغطت سيلف، السيلف ده الباي ديفولت بتاع التارجت بتاعي، اللي هو اصلا يعني يفتح لك في نفس الصفحه اللي انت واقف فيها. يعني هيفتح الموقع بتاع الدبليو سي سكول في نفس الصفحه ديت. لو أنا ضغطت كده فتح لك نفس الصفحه. ده الديفولت. طب ايه هي البلانك بقى؟ يعني تعمل اندرسكور بلانك. البلانك بيفتح لك في تاب تانية. تعالى نضغط على اللينك كده، فتح لك في تاب تانية اهيت. لو انت ملاحظ معايا. جميل جميل جدا. يبقى السيلف هو الديفولت بتاعنا. تمام تمام. طب تعالى نشوف مثلا التوب. التوب ده ايه؟ التوب دلوقتي لو انت ضغطت عليه، تعالى بس نمسح اللينك بتاعنا كده. التوب لو انت ضغطت عليه يعتبر نفس السيلف، بس بيختلف ان هو ايه يعني بيفتح لك الموقع بنفس طريقه السيلف برضه، يعني مش اي اختلاف. في التوب بيفتح لك الموقع بتاعك في التوب اللي هو اعلى الصفحه يعني. جميل جميل. طيب ماشي، عايزين نتعلم ايه كمان؟ عايزين نتعلم ان احنا ازاي لما احنا نقف، يعني نرجعها تاني كده بنخليها بلانك. تمام. ودي اكتر حاجه انت هتستخدمها، يعني البلانك ديت لو انت هتستخدمها دي اكتر حاجه انت هتستخدمها. في اتريبيوت كمان اسمه التايتل. يعني التايتل. تمام. التايتل ديت ايه؟ انا عايز مثلا لما اليوزر او الزائر بتاع الموقع بتاعي لما يجي يقف هنا كده، في كلمه تظهر له مثلا وليكن جو تو مثلا دبليو سي سكول، كلمه هنت كده تعرفه هو هيروح فين وهيجي منين، عشان خاطر لو هو حابب ان هو يروح للموقع دوت او لا. فهقول له مثلا جو، يعني هنا في نفس برضو الاوبن تاج بتاعتنا. جوه هنا كده بنكتب الاتريبيوت بتاعتنا. تمام. هنكتب ايه؟ هنكتب التايتل والعنوان مثلا جو تو مثلا ايه الدبليو 3 سكول. تمام. لاحظ معايا كده انا لسه ما وقفتش على اللينك، مجرد ما انا هقف على اللينك الكلمه هتظهر. بص كده اهو، الكلمه ظهرت اهيت W3 سكول، جو تو W3 سكول. جميل جميل. فاذا المستخدم لما يجي يزور الموقع بتاعنا عرف ان هو اللينك ده بيودي على فين. جميل جميل جدا. طيب في حاجه بقى اسمها الجلوبال اتريبيوت وحاجه اسمها اللوكال اتريبيوت. الاتش ريف دي لوكال اتريبيوت، يعني ما ينفعش ان انا استخدمها هنا مع الصور، ما ينفعش اكتب اتش ريف هنا مع الصور، حتى مش يعني بص، الدبليو سي سكول اصلا مش يعني مش هيرجعها لك اساسا، اتش ريف مش هيرجعها لك اساسا. جميل. ولكن لو انت كتبت كلمه تايتل، بص رجعها لك اهو، تي اي رجح لك كلمه تايتل. اذا ده اسمه جلوبال اتريبيوت، يعني ينفع استخدمه كمان مع الايمج او مع اي حد. يعني اي اليمنت انا ممكن استخدم فيه التايتل. بالتالي لو انا مثلا جيت وقفت على الصوره مثلا اكتب كلمه ايمج مثلا، اظهر لي كلمه ايمج. جميل جميل. ثانيه بس نكتب كلمه ايمج صحيحه، ايمج. جميل. بص كده لما اجي اقف على الصوره، بص هيظهر لي كلمه ايه؟ ظهر لي كلمه ايمج اهي. تمام. جميل جدا. طيب جميل جدا. طيب عايزين بقى ايه؟ يعني مثلا احنا دلوقتي هطلب منك تاسك ويا ريت توقف الفيديو وتعمله، او كده كده خلاص احنا كده خلصنا اصلا الفيديو. يا ريت تعمل التاسك دوت مع نفسك. تمام. وان شاء الله لما انت تحله هتبص على الدرس الجاي ان شاء الله هتلاقينا حل التاسك ده. التاسك ده ايه؟ انا عايز مثلا، تعالى كده، هو مش ده لينك؟ تمام. انا عايز مثلا هنا في التايتل ده انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز لما المستخدم يجي يزور الكلام دوت، يعني المستخدم لما يجي ايه يقرأ الكلمة ديت، نوديه برضو يعني يظهر له لينك. جميل. طب ازاي بقى احط لينك داخل عنصر؟ طالما ده عنصر ليه جلوبال اتريبيوت، قصدي عنصر ليه كلوزنج تاج واوبننج تاج، فبالتالي ينفع احط فيه اي عنصر. بالتالي انا ممكن اجي هنا واعمل اللينك، يعني ممكن افتح التاج واكتب ايه واقفل التاج بتاعتنا، او ممكن عشان خاطر نختصر الموضوع نكتب الايه كده، والفي اس كود هيقترح لك كلمه ايه وهضغط عليها هيجيبها لك بالاتش ريف بتاعتها. فهقول له مثلا انا عايز اللي هو الموقع الدبليو سي سكول، هاجي كده هنا او هاخد نفس اللينك ده هوت بتاع الدبليو سي سكول وهاخده كده وهروح هنا كده اهوت. بالتالي هو لما يجي يدوس هنا ليرن فرونت اند، فبالتالي يفتح له ايه على موقع دبليو سي سكول. هقول له مثلا ايه خلاص اللي هو ايه وليكن مثلا دبليو 3 سكول مثلا. تمام.
بالتالي لو انت جيت بصيت هنا كده في الموقع بتاعنا هتلاقي ايه؟ هتلاقي W3 سكول. جميل. لما يضغط عليه خلاص فتح له في نفس الصفحه. طب انا عايز يفتح له في صفحه ثانيه، خلاص بقى انت عرفت المشكله فين اهو. تقول له هنا كده تارجت وتقول له ايه؟ تارجت بلانك. جميل جميل. لما يضغط هنا كده هيفتح له في صفحه ثانيه، فيفتح له هنا خلاص يتعلم الفرونت اند من HTML والسي اس اس والجافا سكريبت. جميل يا صاحبي، جميل جدا. انا عايزك بقى تعمل ايه؟ التاسك اللي مطلوب منك، التاسك اللي مطلوب منك انك انت تيجي هنا كده تحط برضو ال HTML، تخش هنا كده تجيب له اللينك بتاع ال HTML دهوت وتحطه في المكان الصحيح. وبرضو نفس الكلام لما يجي هنا على السي اس اس تجيب له اللينك بتاع السي اس اس ده وتحطه في المكان الصحيح، ونفس الكلام في الجافا سكريبت وهكذا. تمام. يا ريت يا صاحبي تجرب، ويا ريت بجد تكون بتجرب ورايا، ويا ريت بتكون بتحل ورايا، ويا ريت بتكون بتكتب ورايا. عايز اي مصدر يا صاحبي هتخش على HTML وتاخد بقى، يعني مثلا لو انت جيت هنا عند الاتريبيوت هتيجي هنا مثلا عند هتلاقي اللينك اهوت. تمام. هتلاقي تقرا بقى تقول لك ايه؟ تاج ديفايند ا هايبر لينك. ذا اتش ريف دي حاجه اسمها اتريبيوت بتسبيسيفاي ايه او سبيسيفايز ايه ذا يو ار ال، يعني انت بتحط فيها اليو ار ال اللي هو ده، اللي هو ده اسمه اليو ار ال اللي هو اللينك ده. اوف ذا ايه اوف ذا بيج ذا لينك جاست تو، اللي هو اللينك اللي انت هتحطه هنا. تمام. يعني هو حاطط اللينك اهو بتاع دبليو سي سكول، فهو اول ما يتك على فيزيت دبليو سي سكول بالتالي ايه؟ هيروح. وانت لو معكش انك انت يعني لو انت معكش مثلا لابتوب او حاجه، فانت ممكن تخش على الموقع وتجرب بنفسك. يعني انت هتخش هنا هتلاقي ايه؟ هتلاقي هنا فيزيت دبليو سي سكول، مجرد ما تضغط هتلاقي ايه؟ فتح لك الدبليو سي سكول هنا هي. طب انت عايز تجرب مع نفسك هتيجي هنا كده وتفتح الاي تاج وايه وتقفل الاي تاج. تمام. وتفتحها برضو، تعمل الكلوزن بتاعتها والايه وكده. تحط الايه الاتش ريف هنا، اتش ريف بتساوي، وتحط مثلا اي لينك. يعني انت مثلا مش ضروري خالص تحط لينك الدبليو سي سكول، انت ممكن تحط اي لينك في الدنيا، يعني مش ضروري خالص. ممكن تحط مثلا تيجي هنا كده وتكتب مثلا ايه؟ تكتب مثلا جوجل دوت كوم مثلا. يعني لو انت قفلت هنا كده نفتح مثلا من جديد ونكتب مثلا جوجل دوت كوم مثلا. تمام. هناخد اللينك بتاع جوجل دوت كوم دهوت. تمام كده. ونروح هنا مثلا ونحط الايه اللينك، يعني نقفل هنا كده ون ايه ونقول له مثلا جوجل مثلا وتعمل رن. هتلاقي ايه؟ هتلاقي كلمة جوجل ظاهرة، وافهمك ليه ظهرت جنبها. جميل جميل. طيب لما تضغط على كلمة جوجل بص، خلاص فتح لك جوجل هنا اهوت، بس هو مش عارف، يعني هو المفروض يفتح لك جوجل هنا عشان خاطر هنا في سلاش، فبالتالي تعمل تاني كده وتضغط هيفتح لك جوجل هنا. هو المفروض يفتح لك جوجل هنا بس مش عارف ليه هو ما فتحوش، بس هو كده. هو ده اللينك الصحيح يعني. جميل جميل. طيب ماشي. هو ليه بقى اللينك، يعني احنا عملنا ليه اللينك جه هنا جنب اللينك التاني، وليه هنا برضو اللينك جه جنب الصورة؟ عشان خاطر دول يا صاحبي دول عناصر اسمهم بنسميهم اللاين اليمنتس. تمام. يعني انت لو جيت هنا عندي برضو الدبليو سي سكول وجيت هنا مثلا وبحثت عن عناصر مثلا كنترول اف ان لاين اهو، اللي هو البلوك اليمنت واللاين اليمنت، هتيجي هنا مثلا هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان دول بلوك اليمنت زي الباراجراف اللي هو بيجي جنب بعض. يعني ايه بلوك اليمنت؟ يعني تلاقيهم جنب بعض كده. تمام. تلاقيهم تحت بعض. جميل. لكن اللاين يعني جنب بعض، بيجوا جنب بعض كده. تمام. جميل. وفي حاجه اسمها ايه بقى اللاين، يعني مثلا انت جيت بحثت هنا عن اللاين مثلا هتلاقي برضو ايه ان الاي لينك اهوت من عناصر اللاين. وهتلاقي كمان الصوره من عناصر اللاين، بس اهيت ممكن تلاقيها فين؟ الصوره اهيت الايمج من عناصر لاين. تمام. باقي الكلام ده كله هناخده يعني في قدام شويه في الكورس ان شاء الله، وعارفك كل حاجه. بس انت عرفت ان الباراجراف اللاين، وعرفت كمان ان الاتش 1 والاتش 6 لغايه الاتش 6 دول عناصر بلوك، قصدي معلش. يعني الباراجراف والاتش 1 لغايه الاتش 6 دول عناصر بلوك. اما العناصر اللاين زي مين؟ زي اللينك اللي احنا اتعلمناه وزي الايمج اللي احنا اتعلمناه. جميل يا صاحبي، جميل. يا رب يكون الدرس سهل وبسيط وعجبكم، واشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.